واحدة من أهم الفيتشرز الأساسية في أي موقع في الدنيا هي الثيم مود. عشان كده جبت لك مكتبة سريعة وخفيفة من غير أي تعقيد برمجي، مكتبة النكست ثيمز، واللي بتشتغل مع المشاريع اللي معمولة بالnext.js. قبل ما نبدأ نطبق الفكرة، خلينا نجهز الاستراكشر الأساسي اللي هنبني عليه. أولا، حمل المكتبة من ال npm على التيرمينال الخاص بمشروعك. تاني حاجة، انشئ ملف tailwind.config.ts وحط الأمر ده عشان يغير الثيم من خلال الكلاس. تالت حاجة، حضر الستايل بتاعك داخل ملف السيسس. وحاجة أخيرة، انشئ فولدر اسمه ثيم جواه البروفايدر اللي هيلف حوالين اللاي اوت. يلا نبدأ نطبق الكود. داخل الثيم بروفايدر بتاعك استدعي الثيم بروفايدر من مكتبة النكست ثيمز. هنا هنحتاج الرياكت هوكس عشان نخلي الموقع يفتكر الثيم قبل ما يبدأ يحمل الدوم، وده بنعمله من خلال الماونت. ما ننساش اننا داخل الاتريبيوت نعرف الكلاس عشان يبدأ يتعرف على الستايل بتاعنا. كمان ممكن نضيف الديفولت ثيم عشان يشوف نظام الجهاز بتاعنا هو على انه ثيم ويبقى شبهه، فعشان كده محتاجين نفعل كمان الانيبل سيستم. روح بقى على طول على اللاي اوت ولف التشيلدرن بالبروفايدر. الحاجة الأخيرة، محتاج تعمل زرار يعمل توجل على الثيم وفي نفس الوقت يحتفظ بالثيم ده على اللوكال ستورج. نستدعي اليوز ثيم من المكتبة وكمان كام ايكون كده من مكتبة الرياكت ايكونز. نبدأ نستخدم الكاستم هوك دي، ولما ندوس على الزرار يتأكد هو في انهو حالة، الدارك ولا اللايت. بكده يقدر يغير الايكون. لو كان على الدارك هيظهر ايكون الشمس، ولو كان على اللايت هيظهر ايكون القمر. ملحوظة، اي كومبوننت هتستخدمه في اي هوك يبقى لازم توضح انك شغال على الكلاينت سايد. الناتج النهائي، دوس على الايكون هيتغير الثيم والايكون. تقدر تتأكد من اللوكال ستورج ان الايتم اتحفظت ولا لا. وبكده انت عملت اسرع ثيم مود فيتشر في التاريخ.